حد بيهتم بالتفاصيل؟ تجهيزاته اللي كانت بتبدأ من قبل رمضان بكام يوم واحنا ولاد صغيرين بننظف قدام البيت الكبير وبنفرد الترابيزة الطويلة بطول البيت اللي كنا بنتجمع عليها كلنا، صغيرين وكبار، وحتى بيقعد عليها ناس ما نعرفهمش عمرها ما ردتهم طول الشهر الكريم. الزينة والأنوار وريحة أكل جدتي اللي مش ممكن أنساها، واللي كانت بتفضل في المكان كله طول اليوم ولحد قبل الفطار بثواني. قعدة جدي على راس الترابيزة من أول يوم في رمضان وهو بيوزع علينا التمر. بناخده طبعا بسرعة عشان نلحق أول ما الأذان يأذن ناكله عشان ندخل على التقيل. بس الحقيقة كانت في جملة بتوقفنا من أول يوم وبنستغربها وما كانش حد بيقولها يمكن غير جدي. كان يقول والله هانت يا رمضان قبل ما التمراية تدخل بقك تحس بالغيظ لأنك جعان جدا والشهر لسه طويل. ايه يا جدو احنا لسه أول يوم. يقول لك لا هانت ده فاضل له 10 و9 ويفضل كده يعد في عداد الزمن بالتناقص كل يوم، ينقص يوم لحد ما بوصل ليوم مش ممكن انساه. اليوم ده بيبقى فات من رمضان 10 و6 وبيحسبوها كده تقريبا ليلة القدر والله أعلم. اليوم ده كلنا بنصحى على ريحة الكحك والمنين والبيتيفور في المكان، وبعدها بشويتين بيبتدي تجهيزات الفطار اللي بتبقى مختلفة عن أي يوم تاني لأنها بتكون فتة. قبل صلاة المغرب بيدخل علينا أهل الطائفة. أهل الطائفة دول من صحاب جدي، كانوا كلهم بيبقوا لابسين زي أبيض جميل ورابطين على وسطهم حزام بلون أخضر أو أحمر والعمامة بنفس اللونين، وفيهم 2 بيبقى معاهم دف. بنفطر ويخلصوا الفطار، يصلوا العشاء، تنتهي صلاة التراويح، وده معناه البداية. البداية لإيه؟ إن إحنا كلنا هنقعد قدام البيت الكبير في دايرة كبيرة، ويبدأ بعدها الذكر. أوراد تبدأ الله 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 الله، وتبتدي تتردد الأذكار ذكر ورا التاني وورد ورا التاني. والحقيقة في الوقت ده يمكن كنا كلنا عيال صغيرين بنقلد شوية، نذكر حبتين، نلعب شويتين ونزهق. وفي الغالب كان معظمنا بيكبس عليه النوم وانا اولهم، فكنت اتسرسب واطلع لاوضه جدتي واغطس في السرير كانت بتملاه ريحه الشمس واصوات الذكر اللي ما بتتكررش بتحسسك وتاخدك لسابع سما، كانك كده طفل في المهد بتهدهد. الحقيقه نومه لحد دلوقتي بحاول انها تتكرر او اوصل لنفس التركيز والمتعه اللي كنت بنام بيها اليوم ده، لكن ما بلاقيهوش لان ببساطه البيت الكبير ما بقاش موجود، ولا الشمس ولا صوت الذكر اللي لسه لحد دلوقتي وفي اوقات كتير بيتكرر في وداني. ريحه الشمس وصوت الذكر خلوا رمضان يوحشني، وعشان كده وحشني رمضان.